يا ويلي على قلبي. هلا والله حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير يا رب. رجعت لكم بفيديو جديد، وبفيديو اليوم راح اعلمكم من طقطقه السلام عليكم شلون تصعدون تقييمكم باسرع طريقه ممكنه للكونكر يا حبايب قلبي. تابعوا الفيديو للنهايه لان والله العظيم فزيت، لان شيء مرتبط بشيء واشتركوا بالقناه والله وليس امرا اذا عجبكم المحتوى صدقوني شيء مرتبط بشيء، فحاولوا تعبرون اي نصيحه، لان اذا عبرت نصيحه صدقني كانما انت ما شاهدت الفيديو كله. طبعا البطل اللي بصفي طق ففززني يا حبايب قلبي وعليكم، ونرجع على اول نصيحه يا ويلي. والنصيحة الأولى شو بتقول؟ وين ننزل حتى يصعد التقييم مالتنا يا ويلي؟ هذا طبعا أكثر لواعي ببجي موبايل شو يسوون؟ يبتعدون قدر الإمكان عن خط الطيارة، وهذا الشيء جريمة بحق ذاته وبحق لعبك كذلك. تعرف ليش يا حب قلبي؟ راح أفهمك ليش. أول شيء إحنا عندنا مود، وبهذا المود تقدر ترجع 3 مرات. فأنا عندي هاي الأرواح الزايدة على شنو؟ ليش مخليها؟ Why we don't work? Why everybody in Iraq? Why؟ ليش مخلي الأرواح الزايدة هيك خوب استخدمها؟ وراح تفتهم من داخل الفيديو ليش أنا كلامي صح من خلال متابعتك الفيديو. طبعا سابقا ب 2019 و 2020 لما كنا نلعب بوجه موبايل ما كان عندنا شيء اسمه مود، كنا ننزل للحاويات نخبز ونرجع على اللوبي فضت وراحت. ولكن احنا حاليا عندنا هاي الأرواح فنستفاد من عندها، وراح تفتهم ليش دا أقول لك لازم تنزل أنت على المود أو تنزل أماكن بيها اشتباكات. لأن ليش أقول لك شيء مرتبط بشيء يا حب قلبي؟ نجي على النصيحة الثانية. الله من الدمج يابا، يا ويلي على الدمج. يعني أنت إذا تنزل نهاية الخريطة شلون راح تسوي دمج حب قلبي؟ شنو ترمي على الشجر مثلا؟ ترمي على الطيور اللي قاعد غرغر؟ غير ترمي على العدو اللي قدامك. هاي شلون السالفة هاي؟ أنت إذا تنزل نهاية الخريطة شلون راح تسوي دمج حب قلبي؟ الله من. فأنا لهذا السبب أقول لك انزل بالمود أو انزل أماكن بيها اشتباكات حتى تخلق دمج، لأن هذا الدمج محسوب للتقييم يا حب قلبي. ليش تخليني أجيك بالصوندة؟ الله ما لا تعصبني. واي تمام حب قلبي. هاي النصيحة الثانية. متفقين احنا؟ خليتونا لايك. نجي على النصيحة الثالثة. أدري شوية عصبي بس والله العظيم يعني أحبكم كلمة بس بتفارق لسوني. النصيحة حب قلبي اللي بعدها هي الطاقة المسترجعة. يا ولد يعني شو أقول لك شيء مرتبط بشيء. الطاقة المسترجعة حب قلبي. تشوفون هذا لابس البدلة هيك على الفاضي ما يعرف يلعب. الطاقة المسترجعة حب قلبي شلون راح تسويها؟ وشلون راح تجيبها انت اذا ما راح تشتبك ويا ناس؟ نهاية الفيديو كذلك راح افهمك شلون تسويها. تمام. ولكن انا حاليا دا اشرح لك الشرح اللي شيء مرتبط بشيء. انت اذا تشتبك ويا الناس يا حب قلبي ايش راح يصير؟ راح يدمجوك. تمام. هذا دمجني. بعد ما دمجني الاخ ايش راح اسوي اني؟ راح اعبي دمي. متفقين؟ فهاي يسموه الطاقة المسترجعة. فالطاقة المسترجعة كذلك محسوبة للتقييم. شو تعلمنا هسه؟ الدمج والطاقة المسترجعة. فأنت هاي ضربت عصفورين بحجر. الله من دخلينا لايك واشترك حب قلبي. النصيحة الثالثة حب قلبي يا ويلي. عدد القتلات عليكم بالسعي. عدد القتلات كذلك محسوب للتقييم. انت كل ما كانت قتلاتك عاليه كل ما كان دمجك عالي، وكل ما العدو دمجك. واذا العدو ما دمجك مو مشكله. هاي الفيديو راح اعلمك شلون تدمج نفسك. تمام. متفقين احنا؟ فعدد القتلات كذلك مرتبط بالتقييم. يعني انت قاعد تخلق دمج وقاعد تسترجع طاقه كذلك. ملاحظين انتو اذا متوا بدايه الجيم وكاتلين 10 او 15 راح يصعد تقييمكم، رغم انه انتم ما طولتوا بالجيم تقييمكم يصعد. تعرفون ليش؟ لان انتم خلقتوا الدمج، والدمج محسوب للتقييم. والطاقه المسترجعه كذلك. انا العدو كل ما قاعد يدمجني كل ما قاعد اعبي دمي. فهاي كلها شيء مرتبط بشيء. وكل ما قاعد ارجع عدو على اللوبي ايش قاعد يصير؟ قاعد تزيد يعني قاعد ازيد شو اسمه التقييم مالتي. واني هنا نازل سولو ضد سكواد. وراح افهمكم نهاية الفيديو ليش احسن طريقة تصعد به التقييم مالتك تنزل سولو سكواد. يعني ماي فريند بيكتشر مي سلام العزاوي. تابع الفيديو هذا اللي قصده. يعني الله من يعني اذا تشوفون كل هذا الدمج اللي قاعد اخلقه والقتلات ايش راح اسوي اني؟ راح اعبي دمي. هذا وقعني مو مشكلة، راح اعالج نفسي بنفسي وهكذا ونستمر حب قلبي يا ويلي. النصيحة اللي بعدها حب قلبي، أدري أنا شوية عصبي مدة البقاء داخل الجيم، ولكن أنا يعني بهاي العصبية حاب أشرح لكم
هيك بجدية تفهموني. مدة البقاء داخل الجيم يا حبايب قلبي جدا ضرورية. انت كل ما طولت بالجيم اكثر كل ما زاد التقييم مالتك، تمام، او زادت النسبة انه تحصل تقييم عالي. ولكن خلي ببالك انت اذا نزلت نهاية الخريطة وما اشتبكت ويا ناس، تمام، وما سويت طاقة مسترجعة، تقييمك ما راح يصعد مثل تقييم اصدقائك الباقين اللي من صدق مشتركين ومسوين طاقة مسترجعة وعندهم قتلات زايدة. فانت لما تروح تزحف نهاية الخريطة وتبقى نهاية الجيم، صح راح يصعد تقييمك، بس لا تنسى اللعب مالتك راح يرجع وما راح تلعب مثل قبل، راح تصير مثل البوت وراح تقوم تخاف في الاشتباكات. انا ليش اقول لك دائما تتابع الفيديو مالتي؟ لان اني اربط شيء بشيء، النصائح مالتي ما اجيبها والزقها. صدقني انا جتي فتره هيك مره واحده بس لعب التقييم هيك قمت اكمبر متت، قمت ما اعرف اشتبك. الله الله مان. النصيحه اللي بعدها يا حب قلبي، تعالوا يا تعالوا، مساعدتك للفريق. بالمساعدة مالتك للفريق كذلك محسوبة على التقييم. يعني انت كل ما ساعدت صاحبك هاي كذلك محسوبة بالتقييم. يعني عالج صاحبك وقع نوك او انتوا اثنيناتكم رميتوا على العدو، هاي كلها محسوبة للتقييم. ولكن انا بالنسبة لي افضل اذا حبيت ازيد التقييم مالتي انزل دو السكواد او انزل سولو للسكواد، حتى اني اكون اعرف ايش قاعد اسوي واعرف شلون قاعد اتحرك، والقتلات كلها تكون محسوبه الي او للصديق اللي وياي. بدل يعني انه اذا انتم كنتوا 4 فالواحد راح يسرق قتلات من الاخر. شوف انا عندي 13 قتله وشوف التقييم مالتي شلون صعد 41 نقطه. وهذا الشيء بالفيديو اللي بعده كذلك نفس الشيء، يعني او بالجيم اللي بعده عفوا. فيا حبايب قلبي تعالوا خلينا شوي نحكي بجديه حاليا شلون راح نصعد التقييم مالتنا اذا كنا نخاف وما نحب نشتبك، او اذا انت تقول انا ثاني ما احب انزل بالمود لان عندي لاج والى اخره. شوف حب قلبي، اول شيء تنزل نهاية الطيارة، خط الطيارة تكمله للنهاية. اول ما راح تنزل راح ينزل وياك شخصين او ثلاثة فاصلين، تمام، هذول انت بوقتلتهم انت خلقت دمج. وخلي ببالك دائما نهاية الطيارة راح يجي كمبوت، نهاية الطيارة راح يجي كمبوت. ليش؟ لان دول اللبات يعرفون انه اكو كم شخص فاصل، يعني علاقات عامة. هذول اللبات شو تسوي لهم؟ ما تقتلهم انت اول شيء، خليهم يدمجوك. بعد ما دمجوك اقتلهم، تمام. واذا ما جو بات او ما شفت واحد فاصل مو مشكلة. شو تسوي انت؟ بكل بساطة تنزل بالبحر. انت نزلت بالبحر دمج نفسك، يعني غرق نفسك واصعد لي فوق. كل ما شفت يعني دمك نزل فد نزلة قوية، اصعد لي فوق عبي دمك وارجع مرتلخ غرق نفسك. فانت انا سويت طاقة مسترجعة، بس للأسف ما سويت دمج. فليش انا دائما اقول لك انزل واشتبك ويا الناس حتى تخلق دمج وتخلق طاقة مسترجعة. فهسه شوية عرفنا احنا شلون نسوي طاقة مسترجعة بدون ما نشتبك. ولكن خلي ببالك انت كل ما كمبرت اكثر كل ما لعبك تراجع اكثر. وبعض راح يقول لي انس انت ليش ما عندك كونكر وانت قاعد تنصح بينا وما ادري شنو وهالسوالف كلها. طبعا اللي تابعني من 2019 يعرف كل زين اني بعمري وبحياتي ما لعبت تقييم، اني لعبي كله هجوم. مرة واحدة بالسيزون السابع لعبت كمبر ويا صديقي قال لي تعال خلنا ناخذ كونكر، الله شاهد السيزون اللي بعده قمت ما اعرف العب. وانا بالنسبه لي ما احتاج الكونكر حتى اثبت الناس انه يشوفوني اني اعرف العب. اكو ناس هي اصلا ما واصله للكونكر وتعرف تلعب اقوى من الناس اللي واصله كونكر كل سيزون، تفهموني؟ فيا حبايب قلبي اتمنى فادتكم النصائح، ولا تنسون تتابعونا فضلا وسمرا، واشوفكم في فيديو ثاني جديد. يلا السلام عليكم.